مساء الخير على حضراتكم وسهرة فنية جديدة مع الفن اسكندراني. النهاردة بنحتفل طبعا بليلة النصف من شعبان، كل سنة وحضراتكم بألف خير. وبنستقبل كمان كام يوم خلاص رمضان هل علينا، كل سنة وحضراتكم بألف خير. النهاردة معانا فرقة من الفرق الجميلة والمتميزة جدا في اسكندرية. يمكن الفرقة دي بقالها حوالي 15 سنة بتشتغل، بتعمل فن وإبداع جميل جدا. هنسمع أصواتهم، هنسمع عزفهم كمان. فرقة شباب مصر المستقبل بقيادة المايسترو شريف عزت. من غير كلام كتير، اهلا بيك الاول يا مصر. مرحبا حضرتك. ازي حضرتك؟ من غير كلام كتير هنروح على طول نسمع الفرقه وبعدين نرجع بقى نتكلم. الله عليكم. ايه حكايه شباب مصر المستقبل يا مايسترو؟ شباب المستقبل دي حكايه من زمان، شباب صغير طبعا بيحبوا مصر. وطبعا النهارده برضه هنقدم لك اغنيه على مصر، حبنا على مصر وخوفنا عليها. طبعا تقدم لك روان ياقوت ان شاء الله، وارجو انها تعجبكم ان شاء الله. نسمعها الاول وبعدين نتكلم على شباب المستقبل. نسمعها؟ طب نسمعها، يلا بينا. مصر شالت فوق طاقتها يرضي مين؟ فين
شبابها وفين ولادها المخلصين، مصر شالت فوق طاقتها يرضي مين؟ فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ مصريين ايه جرالنا ايه؟ امتى هنفوق كلنا من اللي احنا فيه؟ بلدنا بتضيع مننا نستنى ايه؟ ايه في حياتنا هم مننا نخاف عليه؟ يا مصريين ايه جرالنا ايه؟ امتى هنفوق كلنا من اللي احنا فيه؟ بلدنا بتضيع مننا نستنى ايه؟ ايه في حياتنا هم مننا نخاف عليه؟ مصر شالت همها وهم الزمان، والحوا قبل ما يفوت الأوان. مصر شالت همها وهم الزمان، والحوا قبل ما يفوت الأوان. مصريين ايه جرالنا ايه؟ امتى هنفوق كلنا من اللي احنا فيه؟ بلدنا بتضيع مننا نستنى ايه؟ ايه في حياتنا هم مننا نخاف عليه؟ يا مصريين ايه جرالنا ايه؟ امتى هنفوق كلنا من اللي احنا فيه؟ بلدنا بتضيع نستنى ايه؟ ايه في حياتنا هم مننا نخاف عليه؟ يا مصريين ايه جرالنا ايه؟ امتى هنفوق كلنا من اللي احنا فيه؟ بتضيع مننا نستنى ايه؟ حياتنا هم مننا نخاف عليه؟ يا مصريين ايه جرالنا ايه؟ امتى هنفوق كلنا من اللي احنا فيه؟ بتضيع مننا نستنى هنستنى ايه؟ حياتنا هم مننا نخاف عليه. الله، ايه الصوت الجميل ده؟ الحكايه بدات ازاي؟ الحكايه بدات من مركز اسمه مركز شباب الانفوشي. كانت روان عندها كانت في سنه 5 ساعتها. ابتدينا نجمع الفريق ده كله طبعا. بعد كده رحنا مركز شباب سموحه، وبعد كده استقرينا في الشلالات، ولحد ما ربنا كرمنا طبعا ومثلنا مصر بره الفريق كله الحمد لله. السنه دي طبعا كنا عاملين الثوره في القاهره. وبدات بالشباب. ايه سبب التنقلات الكتير؟ يعني ليه؟ احنا فرقه مديريه شباب ده في اسكندريه هنا. حسب ما يقول كل وزاره روح المركز ده، روح المكان دوت، اعملوا شغل هنا، بنروح نعمل مكان. بس احنا يمكن احسن مكان مرتاحين فيه نفسيا هو مركز شباب الشلالات. الاداره كويسه جدا معانا، رئيس مجلس الاداره الاستاذ زين الزاهر، مدير المركز استاذ سامي وهبه، حابينهم يعني. الفرقه يعني فكرتها قايمه على ايه؟ على اغاني التراث ولا الاغاني الشبابيه ولا ايه بالظبط؟ حاله احنا مسمينها يعني مثلا حاجه شفناها في مصر، يعني شفنا مصر حاجه على البيئه نعمل اغاني على البيئه. مصر في ثوره نعمل اغاني على الثوره. حاجه حسب ما نشوف مصر عايزه ايه بنعمل. مش داخلين في التراث قوي يعني. عاملين حاجه جديده ان احنا رحنا الاقصر كنا بنعمل جذب للسياح، عملنا غنى بحركه. ايوه حركه كده جميله. لسه جايين من الاقصر هم في شهر 2. لسه جايين من الاقصر برضه. فبنعمل الاغاني بتاعنا حاله بنشوفها بنغنيها على طول. ساعات احنا بنعمل حاجه بتاعتنا، ساعات بنشوف حاجه بتعجبنا زي اغنيه المصريين كده بنعملها. وبنعمل اغاني طبعا عن الميه، عن البيئه، عن اي حاجه بنسمعها بنعملها. الفرقه كمان ليها اغانيها الخاصه. طبعا. في احنا عاملين حاجه عن رمضان ان شاء الله هتسمعها في رمضان اسمها قوينا الله. كلمات الشاعر جميل احمد قدري. عاملين مصر عايشه مش هتموت، كلمات والحاني غناء محمد ابو الدهب وروان. عاملين كذا حاجه يعني. اغاني كتير عن الميه طبعا، عاملين نقطه ميه، عاملين ميه عمرنا. اي حاجه فيها حاجه لمصر بنحبها يعني. احنا شغلنا وطني اكتر وديني اكتر يعني. تمام. حاجه بتمس الشعب المصري بنعملها على طول. طب احنا سمعنا روان مش كده؟ هنسمع مين تاني؟ هنسمع مصطفى بقى، هنقول حاجه للسيد الريش من الناس اسكندرانيه. هنقول حاجه اهو ده اللي صار كده، ومصطفى عباس. يلا يا مصطفى.
سلام. من الواضح كده ان الفرقه يعني سنهم صغير جدا صغيرين 16 سنه. 16 سنه. طب انا عايز بقى كل واحد فيكم كده يكلمني عن نفسه. يعني هبدا بقى بروان الاول بما انها غنت الاول. كلميني عن نفسك، قولي لي بقى. انا في ثانوي. ثانيه ثانوي ان شاء الله داخله ثالثه ثانوي. داخله ثالثه سنه باذن الله. سنه مع استاذ شريف من وانا في ابتدائي، من 5 ابتدائي وانا معاه. ما شاء الله. بس ماشي. يعني انت بتحبي الغنى من زمان ودخلتي الفرقه معاه من 5 ابتدائي. من 5 ابتدائي. 6 سنين يعني الفرقه بتستقبل طبعا احنا عندنا طلايع كمان من سنه صغيره عندنا. بس هي مفتريه شويه كانت يعني. بيفضلوا مستمرين في معاه. اللي بيستمر وفي اللي مش بيكمل، في اللي هو صوته بيبقى مش قادر يكمل. انت عارف برضه عند البلوغ السن بيتغير شويه، في ناس ما بتقدرش تكمل فبتطلع، وفي ناس بتكمل معاه يعني بتبقى موجوده معاه. لا هي من الواضح ان هي حابه يعني، عشان كده هي مستمره. عرفني بنفسك بقى. انا مصطفى احمد عباس. دخلت مع استاذ شريف من حوالي سنتين. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، استاذ شريف في ميزه عن بقيه المدربين ان هو مش مدرب بالنسبه لنا بس. احنا بنعتبره اب واخ وكل حاجه. انا مثلا ما بيحبش رايه بس هو اللي يبقى مفروض. اذا مثلا في راي تاني محمود ابو الدهب او اي حد فينا بيقوله بيتقبله حتى لو هو مش ده رايه اللي هيمشي. فاحنا حابين في حته ان هو مش مدرب، بنطلع مع بعض رحلات، بنبقى اصحاب واخوات اكتر ما هو مدرب، عشان كده في حته الحب ما بيننا. تمام. هو اللي بيختار لكم الاغاني ولا انتوا بتحبوا تغنوا اللي عندكم وتقولوا له احنا حابين ان احنا نغني كذا؟ لا احنا مع بعضينا، احنا فريق جماعي. يعني مثلا هو اختار اغنيه بنسمعها كلنا نشوف هتبقى كويسه ولا لا. مثلا اي حد فينا اختار اغنيه هو برضك بيسمعها كله بيبقى بيحط رايه، فاهم؟ هو احنا بنتعامل يعني غير مدربين اللي بره. يعني تلاقي المدرب ممكن يبقى ظابط مباحث يعني ما تقفش ما تتحركش. احنا لا، اصحاب واخوات ولهم راي معايا. احنا عايزين نطلع الجيل دوت غير ان احنا يبقى عنده شخصيه وعنده مبدا. يعني لازم يبقى ليه شخصيه اسمعه. انت ايه اللي مش عاجبك قول لي اخد معايا. يعني مثلا انا كنت بعمل اغنيه اسمها السعوديه في قلب مصر. السعوديه هناك. السعوديه؟ في قلب مصر. بعملها من 2010. واحنا في السعوديه هناك انا كنت عامل قفله. جه شاب اسكندراني قال لي مثلا لا نعمل قفله غير دي. جميله عملتها. مش عيب يعني. هو ده. طيب سمعتنا روان ومصطفى، هتسمعنا مين؟ هنسمع لك بقى ديانا طبعا شابه مصريه مسيحيه وجميله، حبانا وحابه انها تبقى موجوده معانا. هي دايما بتقولي ما تقولش الكلمه دي. انا بحس عايز اعرفها ان هي بتحب المسؤول معانا. محسنه ان هي مننا واحد، ما فيش الحته دي عندنا. هي هتغني حاجه تقلب بقى الموضوع شويه شيرين بقى، تعمل لك جو تاني غير اللي انت سمعته يعني شويه. ديانا نبيل هتكلم. يلا يا ديانا وبعدين نتكلم. على كل حاجة مش متفقين.
كده يجي كده وانا متنكدة وانا متأكدة ان في الموضوع رحمن على طول مشكلة شكلها مشكلة وانا مستحملة الموضوع على طول اجي كده يجي كده وانا متأكدة وانا متأكدة ان في الموضوع على طول مشكلة شكلها مشكلة وانا مستحملة لما افهم الموضوع انا مش صعب عليا ابدا لو بس مرة انا مش عايزة وفي ثانية واحدة اكون سايبة مش هبقى على حاجة انا قلبي مش بيمن عليه هيشوف ساعتها انا هعمل ايه هيشوف وش تاني. يلا كلمي بقى، قولي انت بتعملي ايه في الحياه؟ التاني الوش التاني بقى. ولا في كليه ايه؟ قول له في كليه ايه؟ انا بكالوريوس تجاره سنه رابعه السنه دي. اسمي ديانا نبيل الجمل. مع استاذ شريف بقالي سنه ونص تقريبا، بس انا يعني اخدت على الجروب بسرعه وبقينا حلوين مع بعض واصحاب وكده. بس بحب في الفرقه اكتر حاجه ان احنا لينا اغاني بتاعتنا، يعني لينا اغاني عن الوحده الوطنيه، عن البلد، عن اغاني بنطلعها عاديه. يعني اغانينا بنحس بيها. بتغني في الجامعه ولا ما بتغنيش؟ ساعات بعمل حفلات بس بقالي فتره مش بغني في الجامعه يعني. ايه اللي خلاكي تروحي فرقه شباب مصر المستقبل؟ هو انا اصلا كنت في الاوبرا فرقه موسيقى عربيه مع استاذ جورج بشرى المايسترو، وبعدين حصل خلافات بسيطه انا بقول شفتك قبل كده. فسبت الاوبرا وكنت هنا في حلقه في التلفزيون. وبعدين اتفرجت على الفرقه فاتبسطت بيها جدا، وان هم جوهم حلو وروحهم بتبان في الغنى. فكلمت استاذ شريف وطلبت منه ان انا ابقى معاهم يعني، فهو رحب جدا. جميل. مين تاني؟ يلا احنا كده عمالين بنتعرف عليه. ما شاء الله. محمود ليه اسم محمود عز الدين حقيقي، ومحمود ابو الدهب الاسم الفني بتاعه. محمود ابو الدهب الاسم الفني. ابو الدهب. يلا يا ابو الدهب. ابو الدهب بقى هيقول لك حاجه من عندنا ان شاء الله. مصر عايشه مش هتموت، دي كلماتي والحاني برضه قولها لك برضه، عشان مصر ان شاء الله هتفضل كده على طول ان شاء الله. يلا بينا. يعني شويه كده وشويه كده فرفشنا نروح لا ما احنا الحاله اللي احنا فيها يعني. ماشي الحاله مصر عايشة ومش هتموت، مصر هي كل الوجود، مصر عايشة مصر هي كل الوجود. تحيا تحيا مصر، تحيا مصر. مصر عايشة ومش هتموت،
مصر هي كل الوجود، مصر عايشة ومش هتموت، مصر هي كل الوجود. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. مصر عايشة ومش هتموت، مصر هي كل الوجود. مصر عايشة ومش هتموت، مصر هي كل الوجود. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. أنا بقول لكل العالم مصر هتفضل أم العالم. أنا بقول لكل العالم مصر هتفضل أم العالم بفكرها وفنها، بفكرها وفنها، بولادها المخلصين. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصرية معجونة وطنية، ودي بنت مصرية معجونة وطنية. يلا نبني يلا نعمر مصر الحرية. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر عايشة ومش هتموت، مصر هي كل الوجود. مصر عايشة ومش هتموت، مصر هي كل الوجود. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ايه الحلاوه دي؟ ايه حكايتك يا محمود؟ أنا كده زي الفل. بتدرس في ايه؟ أنا في معهد علي حاسب آلي، داخل سنة تالتة إن شاء الله. ان شاء الله. انضمت للفرقة من حوالي 5 سنين. يعني بدأت الموضوع بقى احترافي شوية من 3 سنين. طبعا ما ننكرش فضل أستاذ شريف عليا بعد ربنا أكيد طبعا. عرفني يعني ايه غنى، يعني كان الواحد الأول عارف غنى كده اللي هو صوتك حلو وبس يعني. بس فأكيد طبعا موهبة بيسكلها طبعا خبرة وبيسكلها دراسة طبعا أكيد. فأستاذ شريف هو حط فينا كل ده يعني، حطه فيا وفي احمد وفي مصطفى وكل الشباب وكل الفرقه عندنا يعني. فاحلى حاجه فينا زي ما مصطفى قال اللي احنا كلنا زي يعني روح واحده يعني، شخص واحد. ده فعلا ده واضح فيكم وفي ادائكم يعني مع بعض، ده شيء جميل بالظبط كده. فطبيعي دي احلى حاجه في الفرقه عندنا يعني، اللي احنا كلنا شخص فرد بيغني، كل الدنيا بتاعتنا كلها بتبقى وراه يعني، واقفه معاه، مفيش اي مشاكل ما بين اي حد خالص نهائي. فدي احلى حاجه فينا في الفرقه يعني، ده اكتر حاجه اقولها يعني. هنسمع مين؟ في آية بقى اصغر صوت عندنا 15 سنه، صوت الجميله ولها مستقبل حلو ان شاء الله يلا يا آية قولي على طول. عيون القلب بقى. عيون القلب
على رمشي وانا رمشي ملاقي النوم وهو عيون تشبع نوم انا رمشي ملاقي النوم وهو عيون تشبع نوم روح يا نور من عين حبيبي روح يا نور حبيبي من غير ما أسأل سؤال وأسهر يا حبيبي مهما طال المطار حبيتك يا حبيبي من غير ما أسأل سؤال وأسهر يا حبيبي مهما طال المطار أنا بس اللي محيرني وما خلانيش أنام إزاي أنا بقدر أسهر وإزاي تقدر تنام حبيتك يا حبيبي من غير ما أسأل سؤال وأسهر يا حبيبي مهما طال المطار حبيتك يا حبيبي من غير ما أسأل سؤال وأسهر يا حبيبي مهما طال المطار أنا بس اللي محيرني وما خلانيش أنام إزاي أنا بقدر أسهر وإزاي تقدر تنام وأقول لك حبيبي كل ما فيك حبيبي حلو صوتك حلو قلبك حلو وحتى لما تتعبني وبسهر لك سهرك حلو وانا رمشي ملاقي النوم وهو عيون تشبع نوم انا رمشي ملاقي النوم وهو عيون تشبع نوم روح يا نور من عين حبيبي روح يا نور ايه ده؟ يعني عندك 15 سنة لما تكبري شوية هتقولي ايه بقى؟ بتدرسي في سنة كام؟ انا رايحه ان شاء الله اولى ثانوي. أولى ثانوي إن شاء الله، يعني إعدادية. عملتي إيه السنة دي؟ الحمد لله تمام. إيه المجموع إيه يعني؟ لا الحمد لله داخله ثانويه عامه باذن الله. يعني ما شاء الله أصوات جميلة. يعني اشتغلتي في فرقة، دخلتي فرقة من وأنت عندك قد إيه؟ انا دخلت في فرقه من 3 سنين، كنت شفت استاذ شريف كان في رمضان في حفله في الشلالات، فعجبني نظام الفرقه وجو الفرقه وكده، فدخلت مع استاذ شريف. وبصراحه يعني استاذ شريف يعني زي والدنا بالظبط. هي دي بنتي يعني بصراحه. ما اصغر بقى عضو في الفرقه عندنا. لا بالنسبه للفرقه اصغر منها، بس في الفريق دوت اصغر واحده وحابين هم فيهم ميزه حلوه، الحب والترابط مع بعض. مفيش مشكله، هو واضح فعلا واضح. واحنا اصحاب يعني تحكي اسر مع بعض، اسره واحده مش بعاد عن بعض خالص. طبعا اللي بيساعدني برضه طبعا مدير شباب الرياضه هنا في اسكندريه الاستاذ عبد القادر السريد، طبعا الراجل دوت يعني ليه الفضل عند ربنا طبعا. والقاهره طبعا وزاره الشباب مدام اماني حسن، استاذ هشام عبد الغني، الناس دي هم اللي مساعدين ان يطلعوا الفرقه دي بره اسكندريه، هم اللي بيساعدوني بصراحه.
ان الفرقه لا وهو الواضح كمان ان انت باذل معاهم مجهود حلو يعني، هم ما شاء الله عليهم يعني اصوات جميله فعلا فعلا يعني. هو الصوت بقى احمد علشان المشاغب اللي عندنا. المشاغب بقى ده انت سايبه للاخر. سايب المشاغب ده للاخر. مشاغب بس ده مشاغبات يعني من الاصوات القويه جدا. قوي جدا يعني. هيقول لك بقى حاجه هو يختارها، انا مش قول بقى يلا عشان هو ايه ما يستنيش بره. حاجه مشاغبه كده زيك بقى. ماشي. حاجه مشاغبه. حاجه مشاغبه زيك. الكل عامل مثالي نازلين في بعض يا عيني على أهل كاي ده راتب بقى من يسايروا. الكل عامل مثالي نازلين في بعض يا عيني يا ما البدل بالداري سلطة ومحدش داري. يا ما البدل بالداري سلطة ومحدش داري. هنا حرامي قالوا عصامي عامل فيها مش شرف محامي. هنا فات قال شعراتي وبالليل هات نفس يا سامي. هنا حرامي قالوا عصامي عامل فيها مش شرف محامي. هنا فلاتي قال شعراتي وبالليل هات نفس يا سامي. كان اللي يخبط على راسه بطحة بقى النهارده يا عيني يا جمال. عيني 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 على أهل كاي. أنا ليا طلب عندكم والنبي علشان في حد معاه تليفون دكتور نفساني. أنا ليا طلب عندكم والنبي علشان في حد معاه تليفون دكتور نفساني. أصل العيشة دي معلش همبطة كدب ملوش داعي وكله لابس ماسك المخلص الاجتماعي. يا ما البدل بالداري سلطة ومحدش داري. هنا حرامي قالوا عصامي عامل فيها مش شرف محامي. هنا فلاتي قال شعراتي وبالليل هات نفس يا سامي. هنا حرامي قالوا عصامي عامل فيها مش شرف محامي. هنا فلاتي قال شعراتي وبالليل هات نفس يا سامي. كان اللي يخبط على راسه بطحة بقى النهارده يا عينه يا جبين. عيني 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 على أهل كاير. عيني على أهل كاير ده لطيف بقى من يسايروا. الكل عامل مثالي نازلين في بعض يا عيني على أهل كاير ده لطيف بقى من يسايروا. الكل عامل مثالي نازلين في بعض يا ما البدل بالداري سلطة ومحدش داري. يا ما البدل بالداري سلطة ومحدش داري. هنا حرامي قالوا عصامي عامل فيها مش شرف محامي. هنا فلاتي قال شعراتي وبالليل هات نفس يا سامي. هنا حرامي قالوا عصامي عامل فيها مش شرف محامي. هنا فلاتي قال شعراتي وبالليل هات نفس يا سامي. كان اللي يخبط على راسه بطحة بقى النهارده يا عينه يا جبين. عيني 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 على أهل لكايرو. يا عيني عليك. بيقولوا ان انت بتغني عزة عوض الله جنان صح؟ فاحنا هنسمع منك حاجة لعزة عوض الله. حضر يعني ماشي. ماشي ماشي ماشي.
ده مورينا الوين بقى في الفرقه. قول لي انت بتدرس في ايه؟ انا مخلص دبلوم مخلص دبلوم طباعة اوفست. هو طبعا اوفست بصراحه، هو اوفست في كل حاجه. ماشي انا بفتكرك بتقول لي طبعته في ست. طباعة اوفست. ماشي طيب حضر نفسك بحاجه كده جامده لعزت عوض الله عشان هسمعها منك. ماشي. طبعا اللي عامل لنا برضو جو وروح جميله جدا آلتين موجودين معانا النهارده في الاستوديو، آلة الرق مع عزت عصام. منور يا عز. وانت يعني بتمتعنا بالآلة الجميلة، وكمان الراجل يا عيني اللي احنا موقفينه ده هيفضل واقف الساعة. بقاله ساعة واقف. مصطفى العطار لازم احييه على آلة الكمان. انا هرجع للآلة بتاعتك دي عشان انا شايف فيها غرابة شوية بالنسبة لي، يعني هنرجع لها. بس انا بقى عاوزك يا عزت تسمعني عزف منفرد على الرق. يعني عايزك تبدع قدامك كده. الفكرة اللي انا مش عارف ارد عليه. ليه؟ هو قالت يعني قالت زمن يعني، وقالت كمان حاجة اللي بتدي باور. اللي بتبدع عليه ده قالت الرفاعة التانية اللي هي الطبل. طب بس ممكن برضو نسمع حاجة منك، صح؟ ايقاعات اكيد انت بتقعد لما انت بتتدرب ولها ايقاعات. حلو. انا عايز بقى تنويعة كده ايقاعية على الرق. ماشي؟ عيش يعني. ايوه كده، انا عايز كده. يلا. بس قلت لك يعني هتعمل شغل عمل. هو بص كمان اقول لحضرتك حاجه، يعني طبعا في ناس مش بقى في طبعا عندنا اصوات كتيره زي دول، وكمان عندنا ايقاعات برضه مش موجودين معانا، فهم بيشيلوا بعض مع بعض. لما يكون مثلا في طبال معانا اللي هو الايقاع اللي هو الطبله دوت. ايوه. والرقاق ده دف اسمه دف عندنا. في الرق كمان عندنا طبعا موجود، وعندنا حاجه اسمها دهوله برضه في الايقاعات يعني، مع مصطفى بيعملوا جو جميل مع الاورجات طبعا. طبعا. فبيشيلوا بعض كلهم مع بعض. طب ليه اخترت الآلة دي؟ يعني هو انا والدي اصلا موسيقي، فانا دي حاجه حبيتها يعني جدا. طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى سمى الوالد اسمه الشريف، كان يعني مع بعض على طول. ده من زمان قوي معايا. من زمان. هو صغير اكيد. في الرابعه. فكنا مع بعض على طول، وحتى هو يعني احنا بنحب بعض جدا، والفرقه طبعا يعني شيء كويس. بتدرس ايه يا عز؟ تانية سنة. ما شاء الله. بس بينجح يعني. بينجح بس المفروض يعني اللي انتوا بتعملوه ده بيشجعكم ان انتوا تبقوا متفوقين يعني. واكيد المايسترو طبعا يعني بيهتم بالجانب العلمي اكيد جنب ما انتوا مبدعين، مش كده؟ ففي الفتره بتاعت الامتحانات وكده فهو بيريح ناس الامتحانات. يقول لنا ما تجوش ايام الامتحانات. بيديهم فتره مش بيهموا نفسه بس. مش بيهموا. انا قصدي يعني ان انتوا بتمارسوا حاجه انتوا بتحبوها، المفروض تشجعكم على انكم تبقوا كويسين في الدراسه بتاعتكم. يكون حتى في حفلات بيقول لنا لا خليكم تذاكروا في الامتحانات انتوا. هم المشكله كمان حابين بيجوا كل يوم النادي، يعني مثلا حضرتك تعرف انا شباب حته وراك كده. بالظبط. فهم حابين نقعدوا مع بعض، حتى الامتحانات اللي مثلا ايه دينا عندها امتحانات، يعني دينا كان عندها امتحان النهارده صح؟ وبرضه جت يعني شوفوا يعني حب، هو الحب هم بيحبوا بعض قوي، دي احلى حاجه فيهم. احلى حاجه ان انت قدرت ان انت تزرعها فيهم. ايه يا باشا؟ يا معلم. يلا. هتسمعنا ايه بقى كده الاول عشان نتكلم عن الآلة، عشان انا شايف حاجه. طب انا سمعت جزء صغير من دورة الايام ام كلثوم. طيب يلا بينا. بس يا ريت عايز تبقى معايا بعد اذنك. عايز تبقى
سلام عليكم ايها المبدعون. انا شايف ان آلة الكمانجة دي غريبة شوية عن اللي انا مختلف بشوفها. عن الكمانجا العاديه. ليه بقى؟ مختلف عن الاكوستيك. ديت الكمانجا دي اسمها كمانجا الكتريك. الكمان الالكتريك دوت دايما بيستخدم في الحفلات بس. في الحفلات بس. تمام. وفي جهاز تاني معاها غير الامب اللي معايا دوت، في جهاز اسمه مالتي افكت. مالتي افكت ده اصلا فكره المالتي دوت الجيتارات بس مش الكمانجات. فلما طلعت فكره الكمانجا الالكتريك قلنا نستخدمها للكمانجا. تمام. فلما تستخدم المالتي افكت للكمانجا بيغير لك صوت الكمانجا زي الاورج بالظبط، زي الكيبورد. بس من الواضح ان انت يعني بتعزف الآلة دي من زمان قوي. ربنا يخليك. موسيقى عربية. بدأت من وانت صغير ولا من وانت بس في الموسيقى العربية؟ من أولى سنة. هنا في معهد في اسكندرية وبعد كده رحت على معهد. ليه اختيارك كان لآلة الكمان؟ ليه اختيار آلة الكمان؟ آلة الكمان بتتكلم عن البني آدم عموما. تمام. بتتكلم من جواك. ايه اللي خلاك رحت لها يعني؟ يعني كلمت عنه فرحنا. طبعا الكوميديان بيتكلم العملية هي خلاص. لا هي آلة فيها شجن وحساس اكتر. فتقريبا هو ده اللي يخلي بأي حد نروح لآلة الكمانجا بالذات. تعرف احنا مسافرين بيبقى حاضرنا مثلا، احنا بنطلع بره مصر وحاجه، هو قاعد في الاتوبيس او في الطياره في حاجه بحضن الآلة ذات نفسيا، مصيبه والله من ايديها بينام بيها. ما احنا عشان كده احنا مذنبينه الساعة يعني، هو واقف الساعة. احكوا لي بقى عن جولاتكم وعن جو الفرقة، ورحتوا فين وعملتوا ايه؟ ايه؟ بتضحكوا ليه؟ لا اصل احنا يعني لفينا كتير قوي. طب ما احنا عايزين نسمع، انتوا لفيتوا رحتوا فين عملتوا ايه؟ لفه واحده من اللي احنا لفيناها. قول لفه واحده يعني هي كانت القاهرة ممكن اقرب حاجه كانت القاهره، وبعد كده طلعنا على الاقصر. كانت في شهر 2 اللي فات. دي كانت اطول مده احنا يعني قضيناها كمان مع بعض. قعدنا حوالي بتاع 12 يوم او 13 يوم. ده في الاقصر. قعدنا حوالي 3 أو 4 ايام في القاهره، والباقي قضيناه في الاقصر. كان في مهرجان لجذب السياح وكده، والحمد لله كانت الفرقه بتاعتنا هي المديريه اختارتها عشان احنا نمثل مصر في الموضوع ده يعني. بس وفي حاجات كتيره جدا يعني. دايما احنا في القاهره واوبريت هنغني الثوره طبعا دوت، عشان الفرقه هي اللي عملته بالاشتراك مع مطربين برضو سكندريين كويسين جدا. وقلنا في القاهره وشارك في مسابقه عالميه جدا. تمام. رحتوا فين تاني؟ هي دي اللي انا حضرتها معاهم. اكبر واحده فيهم. انا اكبر واحده، بس هي دي السفريه اللي انا كنت معاهم فيها. بس بس ما حضرتش معاهم سفريات تانية. لا للاسف لا. خرجتوا حضرتك قلت لي انكم رحتوا. بس مش دول، انا طلعت السعوديه، كان حاجه اسمها اسبوع السعودي المصري. طلعنا وكان معايا 8 شباب غيرهم بصراحه ما كانوش لسه هم يعني موجودين معايا. دي سنه 2010. مثلنا مصر هناك، والامير نواف كان هو وزير الشباب ساعتها. فجينا الناس باغنيه السعوديه في قلب مصر، كلمات الشعر الجميل رضا عفيفي كانت الحاني، وعملنا جو جميل جدا في السعوديه، والحمد لله نزلنا بتروح كويسه وشفت تقدير كويسه ان شاء الله. انا عايز اسمع ايه تاني. ايه بقى هتقول لك بيقولوا لي توبي. قول لي توبي ماشي. عايز تسمع حاجه دي؟ هي دي نسمعها. او يعني عليك يا طيبه عشان مصر. انا عليك طيبه ولا قول لي توبي؟ صباح دي مش كده؟ لا امال ماهر. امال ماهر بيقولوا لي توبي. لا بيقولوا لي توبي. انا بقول لك سمعيني صباح. يلا. عاش أو
كده خلاص خلصنا. عاوز اعرف احلامكم بقى، كل واحد فيكم بيحلم بايه؟ عشان انت واقف بقالك ساعة لازم تبدأ انت الاول. انا بحلم ان انا اقعد هنقعدك خلاص، فاضل 3 دقايق. بتحلم ايه للمستقبل بالنسبة لك؟ مستقبل اولا بحلم ان مصر تبقى دايما بخير ونخلص من اللي احنا فيه الصراحه، يعني ده اولا. لا فكك من ده اللي انا حاططها دي، يعني دي دعايه بس. بس بجد والله بحلم ان دايما مصر تبقى دايما تاخد مراكز دايما في الاول، دايما تبقى اولى الدول طبعا في كل حاجه. بالنسبة لك انت على المستوى الشخصي بالنسبه بقى؟ لي على المستوى الشخصي نفسي يعني ابقى قائد اوركسترا عالمي مثلا. يا سلام. يعني مثلا بيتهوفن. يعني ده حلمي الصراحه يعني. ربنا يديلك اللي انت عاوزه. عايزها يعني انا نفسي طبعا افضل مع الفرقه على طول ونمثل مصر في جميع الدول طبعا، يبقى حاجه عالميه كده ان شاء الله. ايه؟ انا نفسي ابقى اهم حاجه في دراستي ونفسي يعني نفسي ابقى دكتوره، بس دكتوره تشريح بقى. تشريح. بس يعني مش نفسك تكملي في الغنى؟ ما هو يعني الدراسه يعني انا عندي اهم، يعني المستويات العلميه عندي اهم من الغنى، بس الغنى يعني شيء اساسي كده بس كهوايه. هو هوايه ودي هوايه مش روان. انا نفسي ان شاء الله اخلص تعليم، يعني اهم حاجه اخش معهد موسيقى باذن الله وافضل مع الفرقه على طول وبس. وبس. طبعا انا يعني ديانا يلا سريع. مصطفى عشان خاطر مصر طبعا دي اهم حاجه في حياتنا كلنا. بالنسبه لي لو فضلت مع الفرقه اتمنى طبعا ان هي تروح كل الدول. بالنسبه لي انا لو بقيت فنانه وبقيت مشهوره يعني نفسي اني اعمل فن حتى لو انا مت يفضل هو عايش. يلا يا محمود. مصطفى مشهور اكمل في احترف في الغنى اكتر من كده. اكيد طبعا برضو حلم كل المصريين ان انا اشوف مصر بخير، وحلم الشخصي بقى ان انا برضو مع الفرقه طبعا، وربنا يكرم ان شاء الله في الدراسه وفي الغنى باذن الله. احمد نفسي ربنا يكرمني عشان اساعد صحابي كلهم. يا سلام. يلا بينا بقى خلاص احنا بنختم. عاوزين حاجه بقى لمصر كده هنغنيها كلنا مع بعض. يلا حضرتك كمل على طول. يلا اغلى